اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا مساء الورد، يا مساء الفل، يا مساء الياسمين على عيون أحلى متابعين. بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمة في حياتي. متنسونش بقى يا حبايبي في اللايكات والاشتراكات وانضمامكم ليا للقناة. ربنا يديمكم نعمة في حياتي. ويا جماعة يا أهل الخير، بجد أنا زعلانة بجد، يعني جدا جدا، عشان المشاهدات عندي قلة جدا واللايكات عندي قلة جدا. والله العظيم يا جماعة، الواحد بيتعب وبيعامل ربنا في الفيديوهات اللي أنا بنزلها لكم، يعني براعي ربنا وبعامل ربنا في الفيديوهات دي كلها وبتعب فيها. فلو سمحتم يا جماعة الخير، او اللي بيشاهدني يشاهد بذمة وبضمير، عشان احنا برضو بنتعب في القناة وبنتعب برضو في الفيديوهات اللي احنا بننزلوها. ربنا يديمكم نعمة في حياتي، وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب القناة تتفاعل بيكم. وانا بجد بحبكم، والله العظيم بحبكم، وكل ما بطل اللي انا ما اشتغلش في القناة برجع لها تاني علشان خاطركم، وعشان برضو بتوحشوني وبتوحشني تعليقاتكم ولايكاتكم. ربنا يديمكم نعمة في حياتي. بصوا بقى حبايبي، صلوا على النبي. انتي بتعملي ايه يا هند؟ هقول لكم انا بعمل ايه. جوزي اتصل بيا وقال لي اعملي غدا والاكل اللي انا بحبه او الطواجن اللي انا بحبها، فقلت له ماشي. فانا بقى ورحت بسرعه، قمت طلعت اللحمه من التلاجة، حطيتها شويه تفك بره، بعد كده سلقتها نص سلقه، وجيت قطعتها زي ما انتوا شايفين كده مكعبات وسط مش صغير، مكعبات وسط مش صغير. طب انت هتعملي ايه يا هند؟ هعمل احلى طاجن لحمه بالبصل، وطاجن برضو شعريه بالمكسرات. لو ما عندكيش مكسرات مش مشكله، بس اهم حاجه الطاجن اللحمه اللي بالبصل، اللي يعني مفيش حد بيقدر يستغنى عنه، وكل الناس بتحبه كبير وصغير، وانا عيالي وجوزي بيحبوه. انا هنا عملت ايه؟ بعد ما سلقت اللحمه نص سلقه، يعني ما سلقتهاش كلها، خليتها لسه نيه ما سلقتهاش، وبعد كده جيت قطعتها مكعبات وسط مش صغيره. جيت حطيت حته دهنه اللي هي سمين، في اي دولة عربية السمين، وبعدين جيت نزلت عليها باللحمة وشوحت اللحمة زي ما انتوا شايفين كده، كذا تشويحة، كذا مرة اشوح اللحم لحد اللون البني دوت ما جاء في اللحمة، وخليتها يعني لون ذهبي كده حلو. وبعدين نزلت عليها بكوباية مية، طبعا هي اللحمة لسه نية معايا لسه ما استوتش، فنزلت عليها بكوباية مية هتغلي معاها، واسيبها تغلي اللحمة مع المية ولحد ما اشوف اللحمة هتستوي ولا لسه مش هتستوي. صلوا بينا على النبي، صلوا بينا على النبي، وما تقعديش ساكتة انتوا. هي شوفي زيزو كل شوية يعاكسني ويقول لكم اللايكات اللايكات اللايكات، حاسس بأمه يا عيني. المهم جيت بقى غطيتها، وبعدين حطيت عليها مية تاني علشان لسه برضو ما استوتش، يعني حطيت عليها لحد الآن كوبايتين مية، كوباية أولانية اللحمة شربتها وما استوتش، جيت شفتها لقيتها لسه ما استوتش، حطيت لها كوباية مية تانية. جيت بقى هنا عشان اعمل الشعرية، هنعملها ازاي او في طاجن ازاي يا حلوين؟ صلوا بينا على النبي. جبت الحلة وحطيت معلقتين سمنة كبار يعني، وهنزل بيهم على الشعرية، يعني هشوح الشعرية لحد ما تاخد اللون الذهبي الجميل بتاعنا اللي احنا كلنا بنحبه. لون الشعرية بيبقى لون الذهبي زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. حطيت هنا الشعرية اهو، وهقلب بقى من تحت لفوق لفوق لتحت لحد ما تاخد اللون الذهبي الجميل اللي احنا عايزينه في قلب الطاجن. بجد اكلة بتكون سهلة وخفيفة، واي حد ممكن يقدر يعملها، سواء مبتدئ على الجواز او لسه ما اتجوزتي، اي حد ممكن يقدر يعملها وفي ثواني. يعني انا كنت خلال نص ساعة كنت مخلصة الاكل كله، وما خدش مني اي وقت خالص، واحلى طاجن يشرفك في عزومة، يشرفك في مناسبة، يشرفك في اي حاجة. الطواجن ديت طاجن اللحمة بالبصل، وطاجن الشعرية بالمكسرات. انا هنا حطيت الشعرية اهوت يا حبايبي، وحطيت عليها حبة فلفل،
وقلبتهم مع بعض. جيت برضو عشان اشوف اللحمة لقيتها لسه ما استوتش. جيت تاني سبت الشعرية برضو عشان تتشوح مع بعضها، وجيت برضو حطيت للحمة معلقتين من الصلصة، معلقتين من الصلصة ليه هند عشان يدونا الطعم، طعمها حلو، وغير كده تكون لون ذهبي كده حلو كده، ويعني وتخليها طرية مش ناشفة. بصوا هنا بقى انا كنت بجس في اللحمة بشوفها طيبة ولا مش طيبة، كنت لاقيها ساعتها طيبة. قلت بقى تشرب المية بتاعتها شوية، بعد كده هنزل عليها بالبصل الجميل بتاعنا. بس انا كنت برضو عايزه لها حبه ميه صغيره، عشان كده زودت لها حبه ميه. وجيت كملت الشعريه بتاعتنا الحلوه اهي، زي ما انتوا شايفين اللون الذهبي بتاعنا اهو. بس ما سبتهاش على النار، يعني يا دوب خدت اللون رحت شايلها من على النار علشان ما تتحرقش مني. ورجعت تاني للحمه بتاعتنا الحلوه، رحت حط عليها 1.4 كيلو من البصل، مقطعاه جوانح زي ما انتوا شايفين كده. وفي بصل برضو صغير كده رحت حطاه بحاله، البصلايه ببصلتها. هو ده كان 1.4 كيلو من اللحمه، حطيت عليه 1.4 كيلو من البصل وقطعته جوانح زي ما انتوا شايفين كده. ما اقولكمش بقى على الريحه اللي كانت في المطبخ عامله ازاي. طب انت حطيت عليها توابل يا هندي؟ انت ما قلتلناش. حطيت عليها ورق لورا، ملح، فلفل، كمون، قرفة، كزبرة ناشفة، وخلاص. بس الملح انا سبته للاخر خالص عشان اللحمه ما كانتش لسه طيبت معانا. دلوقتي اللحمه طيبت، لا يعني عرفي نفسك كده اللحمه تطيب معاكي حطي الملح، ما تحطيش الملح في الاول، تحطيه في الاخر لما لما اي نوع من انواع الطيور او اللحوم يطيب معاكي، سواء بقى لحمه سواء فراخ سواء بط. تحطي الملح في الاخر عشان بيكونش لسه طيب الاول، لما يطيب تحطي له الملح. وجيت حطيت قرن الشطه وخلاص على كده. هنا بقى حبايبي صلونا على النبي وما تقعديش ساكته انت وهي، ولا عليه افضل الصلاه والسلام. جيت بقى طلعت الطواجن من الفرن. انا كنت طبعا مسخناها في فرن البوتاجاز. الطواجن لازم تسخن يا جماعه قبل ما تحطي فيها اي حاجه خالص. شايفين البقبقه اللي بتطلع من الطاجن. حطيت بقى اللحمه بتاعتنا بالبصل الجميل، ريحتها كانت بجد فظيعه فظيعه فظيعه. والله العظيم لو جربتوا الطبق ده بجد مش هتندموا اللي انتوا تعملوه كل يوم. بس فين اللحمه بقى اللي كل يوم؟ فجماعه هنا كنت بقى بعمل الطاجن زي ما انتوا شايفين كده اهو، لحد ما حمله الطاجن وهدخلهم الفرن هو وطاجن الشعريه. صلوا بينا على النبي، صلوا بينا على النبي. ما تقعديش ساكته انت وهي، وخليكي ست بيت شاطره. وجوزك يقولك اعملي الحاجه اللي بنحبها تقوم تعمليها على طول، ما تتردديش. هو يطلب ويؤمر وانت عليك التنفيذ زي ما بيقولوا يعني. صلوا بينا على النبي وما تقعديش ساكته انت وهي. هنا كنت خلصت بقى طاجن اللحمه، جيت على طاجن الشعريه الجميل بتاعنا اللي انا هعمله بالمكسرات. طب انا كان عندي مكسرات هند؟ كنت عندك مكسرات انا ما كانش عندي غير مكسرات حب السوداني، دول اللي كانوا باقيين من رمضان، دول اللي انا حطيتهم في قلب الشعريه. عايزه تحطي معاها شويه زبيب وشويه سوداني خير وبركه، ما انتش عايزه تحطي براحتك، يعني كل حاجه متاحه ليكي. هنا بقى جيت احط السوداني. معلش يا جماعه الاضاءه هنا كانت ضعيفه، التليفون كان بيفصل شحن، فمعلش اعذروني. التليفون هنا كان بيفصل شحن والاضاءه كانت ضعيفه جدا. جيت بقى حطيت السوداني، وكان عندي شوربه لحمه رحت منزلها على على الشعريه بتاعتنا الجبينه. شفتوا بقى الدخان اللي كان بيطلع من الطاجن كل ده علشان انا كنت مسخنه الطاجن قبل ما احط فيه الشعريه. وجيت برضو كملت برضو بالسوداني، يعني حطيت فيها السوداني كله عشان يديها طعم بقى وريحه، وهي بقى بتشرب كده من الشوربه وبتستوي من الشوربه. وجيت اخدت برضو حبه من الشوربه اللي انا كنت سايباها من طاجن اللحمه بالبصل. بقول لكيش بقى على الطعم، كان حكايه حكايه حكايه. جوزي حتى لما اكلها هو وطاجن اللحمه وعيالي يقولوا لي اعملها لنا كل يوم يا ماما، ده طعمها كان جميل خالص. وده كان يا حبايبي
الطواجن بعد ما طلعت من الفرن. شفتوا الجمال، شفتوا الشعرية مفرفرة ازاي وحلوة مش معجنة، وكان طعمها تحفة تحفة تحفة. وكان زيزو كان واقف في ريحة هتشوفوه دلوقتي وانا كنت عمالة اكله. وبصوا عمال يرازي فيا ويقول لكم برضو ما تنسوش اللايكات. بصوا عمال يرازي فيا ازاي، انا كنت ساعتها عمالة ازعله. هنا بقى طلعت بقى حبة شعرية واللحمة. شفتوا جمال اللحمة عاملة ازاي، دايبة دوب 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 دوب. ولا الصوص اللي فيها يا جماعة، بصي تتاكل حاف كده، والله العظيم تتاكل حاف كده. بس انا هنا بقى ما كنتش عارفة امسكها عشان كانت مولعة سخنة بجد، ما كنتش عارفة امسكها بايدي. زيزو بقى كل شوية يقول لي اكليني اشمعنى انتي، اكليني اشمعنى انتي. لغوي 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 لغوي. وده كان فيديونا يا حبايبي النهاردة، يا رب يكون يعجبكم. وبرضو يا جماعة الخير ما تنسونيش في اللايكات والمشاهدات، بالله عليكم القناة عايزة تتفعل. فياريت اللي بيشاهد الفيديو يشاهدوا حتى لو اقل 3 دقايق، عشان القناة تكبر بيكم وتتفعل بيكم، وربنا يديمكم نعمة في حياتي.